حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي اتم حال. جايه لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله كده يشجعكم ويخليكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. بس الاول كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دعوه حلوه كده من قلوبكم لاهلنا في غزه وفلسطين، يا رب انصرهم اللهم امين يا رب العالمين، واجعل موتهم من الشهداء. وكمل فرحتهم على خير، وانصر اخواتنا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. متشكرة جدا جدا على التعليقات الجميلة اللي بتكتبوها لي، والله العظيم بتفرحني كده. ربنا يجعلها يا رب في ميزان حسناتكم، متحرمش منكم يا اخواتي يا حبايبي، والله العظيم انا بحبكم في الله. وبتوحشوني من الفيديو للفيديو، متحرمش منكم يا رب ولا من تعليقاتكم الجميله. عايزه كل اللي تتفرج على الفيديو تكتب لي تعليق، مشتركه او مش مشتركه، وكل اللي مش مشتركه في القناه كده مستنيه ايه، اشتركي في القناه كده عشان يوصلك مني كل جديد. وتتشجعي كده ان شاء الله كده بالروتينات اللي انا بقدمها. رب تكون بتشجعكم وبتخليكم تقوموا كده. بصوا، عايزين نتحدى الكسل والبرد يا جماعه. عايزه اقول لكم ان لو انت قمت من النوم مكسله، بصي اعملي ايه. امي كده اعملي لك كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، فطري ولادك وافطري كويس جدا. وبعد كده حتى لو الظهر اذن عادي. احنا على فكره عما بال ما نقوم، طبعا احنا عايزه اقول لكم في راحه بقى الايام دي، ايه بنقوم متاخر متاخر يا جماعه. ما عادش غير ايام على المدارس هنقوم بقى بدري. فانا الصراحه بقوم على الساعه ايه، بنصلي الفجر وننام، يعني بصحى اصلي الفجر وانام تاني، واصحى كده على الساعه 8:30 9. في هنا الايام دي يا جماعه. الايام بقى الجايه بقى التانية هتبقى في المدارس وهنقوم بدري. فبحاول اخد قسط من النوم، اكتر وقت من النوم بقى، يعني ايه. بستمتع بالنوم عشان خاطر عارفه بقى، عارفه ان الايام اللي جايه هنقوم فيها بدري. فعما بال ما اخلص بقى وبنفطر والكلام ده كله، الظهر بيبقى اذن بصلي الظهر. وبعد كده بنشغل بقى، بشغل القرآن الكريم. انت لو كسلانه بقى، حتى لو الظهر أذن، الظهر بيأذن على طول. فشغل بقى، اشربي لك بقى كوباية حاجة سخنة كده، وكوباية نسكافيه، قهوة، ايا كان انت بتحبي ايه. وشغلي بقى القرآن الكريم كده، وخلي صوته في الشقة كلها، في الشقة كلها. وحددي بقى انا هعمل كذا وكذا وكذا. هتقومي بقى تتشجعي وتقول اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك هذا القوت المتين. ربنا والله يديك الصحة، وان انت تقومي تخلصي كل اللي وراكي وتعمل، لان لو قعدنا يا جماعة ما فيش حد هيعمل لنا. حتى لو احنا كنا تعبانين برضو بنقوم ونخلص اللي ورانا. تمام. لو الولاد عملوا، لو جوزك عمل، طبعا مش هيعملوا زي ما انت بتعملي. عايزه اقول لكم بيكعبلوا اكتر ما بيرصوا. تمام، يعني لو دخلوا المطبخ يخلوا لك المطبخ كله مواعين، يبوظوا لك المطبخ كده يعني. فربنا يعيننا جميعا على شغل البيت. عايزه اقول لكم ان انا بعمل ايه، بنظف السلم. انا الصراحه كنسته قبل كده بس ما صورتوش معاكم، لان على طول بروح واخده المقشه واروح جايباه من فوق لتحت لحد البوابه، عشان خاطر على طول التراب والهواء بيطيروا من فوق من على السطح، يجيب لي تراب ناعم على السلم. فانا عيني على السلم، نضيف اسيبه نضيف، مش نضيف اروح جايبه المقشه وكنساه. كنسته قبل كده، وقلت بقى النهارده اعمله معاكم وانضفه كده واروقه، عشان تقوموا كده تتشجعوا وتخلصوا كل اللي وراكم وتتحدوا الكسل والبرد. طبعا في الصيف انا بمسك بقى السلم ده، عايزه اقول لكم بدلدق ميه بقى واخليه قشطه فله شمعه منوره، ولكن الجو كان برد كده وفي غيامه، حاسه ان هو هيمطر. فقلت ايه، لا هكنسه وامسحه برضو بالشرشبه واوصله لدرجه اللمعان اللي انا بحبها. صراحة عيني على السلم على طول، لانه دخلة البيت ولازم يكون دخلة البيت نظيفة وكلها ريحة حلوة كده. بمسحه بمعطر يا جماعة وبخليه قشطة فلة. طبعا السلم عندي نظافته من نظافة الشقة، لو هو نظيف الشقة بتبقى نظيفة. والصراحة الهوا بقى بيعملها معايا على طول، يعني هوا بقى. انا اساسا بخلي يعني احنا بنقلع الجزم اعزكم الله تحت تحت عند البوابة.
بيطلعوا بقى بكروكسات انا مخصصاها يعني للسلم وكده، ولكن التراب ده بيجي منين؟ من الهواء، لما بيكون في هواء كتير بيجي من على السطح. فلازما بقى ان انا ايه امسك السلم بقى اول ما بيوصل للدرجة دي، يعني بعمله مرتين في الاسبوع. بعمله معاكم مرة ومرة كده بعمله مع نفسي عشان خاطر ما تملوش، وتكون فيديوهاتي ايه تكون بتشجعكم وتخلصوا كل اللي وراكم. طبعا كنست انا الحتة اللي عند البوابة مع نفسي يعني، وقلت ايه بعد كده امسح بقى بالشرشوب. طبعا اللي هو لما بدلدق ميه بتبقى مره واحده وخلاص، ولكن ده بكنس بقى وبعد كده بلمع كده وايه وبظبط يديني كده طاقة إيجابية. لما بلاقي السلم كده بيلمع ونضيف وزي العسل ببقى فرحانة، ويعني ايه ببقى فرحانة وبكتسب كده طاقة إيجابية تخليني أدخل المطبخ بقى أعمل ايه أعمل الأكل بقى وأخلص الشقة تاني. فمسكت بقى جبت شوية معطر أرضيات وبدأت إن أنا إيه أمسح السلم. ما استغناش عن معطر الأرضيات، على طول بجيبه مع الصابون السائل. الراجل عندنا بيلف الحمد لله، يعني ما بنروحش ولا بنيجي، بيلف عندنا. بنوقفه طبعا بيلف يوم في الأسبوع. بجيب طلباتي بقى من الصابون السائل، المعطر الأرضيات لو بيبقى معاه كل حاجة والله العظيم، بيبقى معاه برضو معطر اللي هو الجو، كل حاجة بجيبها منه وبعد كده بتكفيني يعني. ما تحرمش منكم يا رب ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني كده وبتخليني اعمل لكم كل يوم فيديوهات. عايزاكم يا جماعة ما تبخلوش عليا بالتعليقات الحلوة، سواء مشتركة او مش مشتركة تكتبي لي تعليق حلو كده. وكمان اللايكات بتفرق معايا يا جماعة، وتساعدني كمان في ان قناتي تكبر كده وتتشاف. عايزاكم تحطوا كل اللي اتفرج على الفيديو، مش هتخسر حاجة خالص لو حطيت لي اللايك. واخواتي بقى وحبايبي اللي معايا من اول القناة، عايزاكم تعملوا لي مشاركة للفيديو، مشاركات على الفيس لكل اصحابكم ولكل حبايبكم، عشان كده ايه قناتي تكبر. ادعوا لي يا جماعه ان قناتي تكبر كده واستفاد منها، تفتح نفسي شويه. على فكره اللي بيفتح نفسي في القناه هو انتوا كلامكم ليا، وان انا اكتسبت ناس طيبين زيكم والله العظيم، وجمال جدا جدا وقلوبهم صافيه وحنينين. بحبكم في الله والله العظيم. بصوا مسكت السلم بقى، عايزه اقول لكم روقت عليه، خليته قشطه فل شمعه منوره. طبعا الجزء اللي تحت ده انا بعمله بقى بمسكه بقى بميه، تمام، بدلدق فيه ميه وامسكه بميه كده. السلم خلصته واساسا كان لسه ما نشفش، بس قلت ايه اصوره لكم سريعا كده قبل ما ادخل بقى وانسى ان انا اصوره كده في الاخر. البلكونه بقت زي العسل، وكمان السلم كله بقى زي الفل. بسيبه بقى لما بينشف بقى، مخليش حد يطلع ولا ينزل عشان خاطر بخاف يتزحلقوا وكده. والجزامة مسكتها نضفتها برضو وخلصت الحتة اللي تحت دي، عشان خاطر انا ببقى فاتحة البوابة بقى عشان المية بتنزل وكده، فما بعرفش اصور. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم؟ خليته فل قشطة شمعة منورة زي ما انتوا شايفين كده. هندخل بقى نعمل ايه؟ نعمل الصالة عندي على طول فاتحة على السلم، فبما ان السلم نظيف همسك بقى الصالة ايه انضفها. إيه، لان الصالة عندي على طول الباب ده مفتوح طول النهار، بقفله بالليل. فقلت بما ان كده ايه السلم شجعني امسك السجادة. عايزة اقول لكم ان انا يعني ايه استغليت بقى ابني كان موجود، وقلت له برمتها انا بس كده، وقلت له ايه حطها في البلكونة. الصراحة الايام دي مش هشيل سجاد خالص لان انا ظهري واجعني وكده، فعلى قدر الامكان وانا ما بحبش الصراحه اروق يا جماعه، ما برتاحش كده في الترويق غير ما اشيل السجاده احطه شويه بره في البلكونه، لو في شمس او في هوا يغير من نفس كده، وبحب اروق يعني. بس ان انا ما شلتهاش الصراحه، خليت ابني بقى يشيلها، قلت له حطها في الايه في البلكونه على بال ما اخلص انضف الصاله. يعني ما بتاخدش معايا وقت خالص، اسهل حاجه. والحمد لله يعتبر منضفاه تنظيف عميق، لانها هي ما فيهاش حاجات يعني، شباك والسفره والنيش وخلاص تمام. يعني مش تحت سراير بقى او ركنه هشيلها وكده، فمريحاني يعني، مش شايله همها مثلا دخلة رمضان او دخلة العيد او حاجه. برمت السجاده كده طلعها بره عشان خاطر ايه تراب وكده. وبدات ان انا امسك بقى الشباك، مسكت الشباك كده نضفته من اي تراب عليه. الصراحه اليوم ده كان شمس، انما اليوم اللي انا بسجل لكم فيه الفيديو ده اللي هو النهارده، عايزه اقول لكم ان هو عندنا مغيم شكله كده ناوي على مطره.
فيا أهلًا بقى بالمطرة والشتا، عايزة أقول لكم إن الجو ما مطّرش عندنا غير هُم مرّتين بس، يعني لمّا باشوف كده على النت في إسكندرية والأماكن دي إن الجو بيمطّر كتير بنحسدهم والله، أنا بناتي مستنيين الجو يمطّر بفروغ الصبر، عايزين يقفوا في البلكونة كده والجو يمطّر، لو والمطرة كده مطّرت وعرفت أصوّر لكم هاصوّر لكم إن شاء الله. عايزاكم كده تقوموا تتشجعوا وتتنشطوا وتخلصوا كل اللي وراكم، احنا بقى الستات المصريين الأصلة بقى اللي مفيش حاجة بتوقفهم، مفيش اي حاجه بتوقفهم، لا برد بقى ولا كسل، بتقومي كده تتشجعي زي ما قلت لك، شغلي القران الكريم كده في الشقه يملى لك الشقه بركه وخير، وتقومي تحددي هعمل كذا وكذا وكذا، لو عملتي كل يوم حاجه في البيت بيتك والله العظيم هيبرق كده ويبقى يلمع من النظافه. اوعي تكسلي في يوم وتقعدي ما تعمليش اي حاجه، اعملي اي حاجه في يومك. هتلاقي نفسك كل يوم بتعملي حاجه، وشغل البيت هيبقى سهل بالنسبه لك. طبعا تعملي حاجة جنب ايه، جنب غسيل الهدوم كل يوم حط دورة غسيل كده شوية صغيرين في الغسالة لو غسلتك اوتوماتيك عشان خاطر تنضفهم. وعايزة افكركم بان انت لازم لو غسلتك اوتوماتيك تعملي دورة الايه، دورة الخل دي كل شهر ان شاء الله. اخر الشهر ده هعملها معاكم تاني، بتخلي الهدوم يا جماعة بتفرق والله. دورة الخل بتحط ازازة خل كاملة في الغسالة الاوتوماتيك، بتخلي الغسيل بيلمع حرفيا والله العظيم. كل شهر تعملي مش مشكلة بقى ازازة الخل، بس ايه، بس يخلي غسيلك ينور كده، تخلصي وتقومي كده تخلصي كل اللي وراكي وتتشجعي. يا رب تكون فيديوهاتي بتشجعكم. على فكرة انا خلصت السلم والصالة ما خدوش مني، يعني عايزة اقول لكم عشان التصوير كمان بيعطلني ساعات ساعتين، اما انت ممكن تقومي تخلصي كل اللي وراكي في حوالي ساعة كده. لو هتعملي كل يوم حاجة، عايزة اقول لكم بقى خلصت يا جماعة، بلمع بقى في الصالة كلها بعد ما نفضت الشباك ونفضت الكراسي، قلت المعهم بقى. الزوانق اللي بتبقى في الباب دي عندي بتبقى فيها تراب بقى، بجيب اللي هو البخاخة بقى فيها شوية خل كده ومعطر ومعطر جو، وابدأ ان انا ايه المع بقى كل حاجة في الصالة ما اسيبهاش. اي جزء كده ادخله في الشقة سواء غرفة سواء الصالة اي حاجة بحب ايه ان انا المع كده وافرفشه كده واخليه قشطه فله شمعه منور. مسكت الكراسي كلها كده لمعتها الصراحه. بجيب لكم بقى ايه، جبت لكم بس كرسيين وانا بلمع الباقي انا بقى يعني ايه، عشان خاطر فيديوهاتي ما تملوش يعني من الفيديوهات، وتبقى ايه بسيطه وسهله عليكم. تحرمش منكم يا رب ولا من تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني. بس عايزاكم يا جماعه ما تنسوش اللايك، اللي لسه ما حطيتش اللايك بقى تتفضل تحط اللايك من ايديها الجميله كده عشان تشجعني. وكمان اللي ما اتفرجتش بقى على الفيديوهات اللي قبل كده تروح وتتفرج على الفيديوهات هتعجبها وتستفادي منها ان شاء الله. عملت ايه، قلت اكنس بقى، جبت ترابيزه السفره كده في نص الصاله عشان خاطر ايه اخد اللي ورا بقى اللي ورا السفره بقى وتحت الكراسي سريعا سريعا كده. متسيبيش تراب تتراكم عندك في شقتك، هتلاقي شقتك على طول بتلمع وزي الفل. بس اهم حاجه تنظمي وقتك، يعني زي ما قلت لكم ان كتر عليك الهم قسمه على الايام يا جماعه، هنقسمه على الايام. تيجي بقى لو انت مثلا جيتي لا قدر الله تعبتي في يوم وقعدت كده يومين ما تعمليش حاجة او 3 ايام ما تعمليش حاجة، مش هتلاقي حاجة، يعني هتلاقي الشقة لحد ما نظيفة وزي العسل. قلت اكنس بقى من تحت الكراسي كده ومن تحت الترابيزه، وجبت الترابيزه كده في النص زي ما انتوا شايفين. قلت اكنسها كده قبل ما ايه، قبل ما اجيب الشرشوبه بقى والمع الارضيات. الحاجه الوحيده اللي خفيفه عليا في التنظيف هي الصاله دي، ولكن السجاده بقى خليت الصراحه ابني ربنا يهديهولي يشيل السجاده ويحطها لي عندي على طول في البلكونه اللي قصاد من الصاله، هي الصغيره دي اللي هي على السلم اللي انا لسه موريها لكم يعني. اوديها فين، لسه هشيلها واحطها. قلت له لا يا حبيبي ده انت هتحطها هنا البلكونه اهي، وفتحت له البلكونه وحطيتها. مش عايزين هم يشيلوا ولا يحطوا، بيكسلوا يا جماعه بيكسلوا. بصوا مسكت اللي هو الصاله كلها كنستها كده وظبطتها. التراب بس بيبقى ورا السفره، ورا السفرة. لكن انا اليوم اللي ما شيلش فيه السجاد، طبعا هما يومين بقى في الاسبوع، يوم تشيلي فيه السجاد ويوم تاني تكنسيه كده بالمكنسة عشان يبقى سجادك نظيف وزي العسل. ولما تيجي تغسليه ما ياخدش معاكي بقى تقولي في بقع وكده. هي سجادة واحدة بس عندي اللي مغلبان، اللي هي سجادة الركن، عشان على طول قعدتنا فيها وبناكل وبنشرب عليها وكده. عايزة اقول لكم فيها بقى بقع وكده مغلبان الصراحة، هي الوحيدة. لكن كل سجاد الشقة هو ترابه بس.
بمسكه اغسله على طول. مسكت بقى كده جبت شوية معطر أرضيات وبدأت إن أنا إيه، ألمع بقى الصالة كلها وأسيبها تنشف، وبعد كده أشوف هنعمل إيه. زي ما انتوا شايفين كده ال- النظافة كده وشغل البيت بيدينا احنا طاقة إيجابية والله العظيم. يا رب كده تكون فيديوهاتي بتديكوا طاقة إيجابية. همسك بقى الصالة كده امسحها كلها واسيبها بقى تنشف تمام. قبل ما اجيب فيها السجادة الصراحة. خلصت بقى الصالة وقلت اطلع كده السجادة بقى اللي في البلكونة امسكها كده، قال اي حاجة بقى عليها بالفرشة وبتطلع على طول على طول فرشة الشبابيك دي، او مقشة او اي حاجة، وتروحي جايباها ايه كنسها كده حلو عشان اي حاجة في السجادة بتطلع على طول بالفرشة دي. طبعا وباخد السجادة برضو من تحت اللي هي يمة الشارع برضو بعملها. هنا كده الصالة كانت بتنشف زي ما انتوا شايفين، وفتحت كده الشباك عشان خاطر ايه يهوي بقى. هسيبها تنشف. قلت ادخل المطبخ على بال ما تنشف هعمل معاكم ايه، هعمل معاكم شوربة عدس يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا كنت محتارة قوي قوي طول ما انا بمسح في السلم وبعمل في الصالة هطبخ ايه هطبخ ايه، والله العظيم يعني بيجي يوم كده على الواحد بيبقى خلاص جاب اخره مش عارف يطبخ ايه. فالصراحة قلت ايه ده، في افتكرت الصراحة ان في جزر بقى في التلاجة، بس جزر يبقى هنا كل حاجة بقى جزر وبصل وتوم وعدس وكمان شعرية. هي شوربة عدس ما فيش غيرها، هي شوربة عدس خلاص. الحمد لله لقيت طبختي النهاردة والله العظيم. كنت مكسلة اساسا، ما كنت عمالة افكر هطبخ ايه هطبخ ايه. عايزين نعملها مرتين تلاتة كده يا جماعة قبل رمضان، طبعا مش هنعرف نعمل في رمضان شوربة عدس. بعمل ايه، بحط شوية جزر على طماطم على بصل على نص معلقة توم مفروم، على مكعب من المرقة بقى. لازم تحط كده مع المية بتاعة العدس مكعب من المرقة، وطبعا ربع كيلو عدس او اقل اللي انت عاوزة تحطيه بتغسليه كويس وتحطيه، وشوية ملح صغيرين جنب المرقة لان المرقة فيها ملح. وسبتها كده اما تستوى كده على النار اطلع انشر دور هدوم كده كنت حاطاه برضو في الايه في الغسال. عايزين بقى ايه شوربة العدس ده، عايز على فكرة والله العظيم تحفة والله العظيم يا جماعة. بس انا عندي بنتي الصغيرة بس اللي بتحب شوربة العدس. بنتي الكبيرة بقى وابني بيغلبوني عما بال بياكلوا. طب دوقوها بس ده بصوا والله العظيم تحفة. والله العظيم بتبقى طعمها تحفة. بحمر جنبها شوية عيش كده هحمره معاكم بتبقى زي العسل. هنعمل ايه كل يوم بنحتار على الاكل. آه فالصراحة انا اول ما لقيت الجزر قلت بس هو شوربة عدس بقى ياكلوا بقى. اللي مش عاوز ياكل بقى بيفقش له بيضة وخلاص تمام. جنب شوية الرز وخلاص على كده. كان عندي كنت حاطه كده شويه هدوم في الغساله قلت ايه انشرهم سريعا كده عما بال ما شوربه العدس كده تستوى على النار، وتبقى زي الفل. نشرتهم اهم زي ما انتم شايفين، وكانت الصاله نشفت. قلت ادخل بقى الايه ادخل السجاده. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ عايزاكم تحطوا اللايك يا جماعه. وكمان اخواتي حبايبي بقى اللي بيحبوني يعملوا لي مشاركه للفيديو. ما تحرمش منكم يا رب، ولا من تعليقاتكم الجميله ولا من وقوفكم جنبي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا. حطوا اللايك ومشاركه للفيديو. بصوا شوربه العدس بقى كانت استوت، ومسكت الحله بقى غسلتها وظبطتها، وكمان خلطت شوربه العدس في الخلاط. بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. طبعا اللي عندها هاند بلندر بتخلط شوربه العدس دي بالهاند بلندر بتاعها كده في الحله. ولكن انا ما عنديش يا جماعه. ربنا يرزقني كده واجيب كل اللي في نفسي فيه. عملت ايه، رحت جايه حطيتها في الخلاط وخلطتها كويس جدا، وغسلت الحله ونشفتها كده. نشفتها ازاي، بحطها على النار بتنشف. لو انت الحله عايزه تطبخي فيها وفيها ميه بتحطها على النار، نار بتنشف. وبعد كده حطيت بقى شويه شعريه كده في شويه زيت. عايزه تحطي سمنه حطي. يا دوبك بس تتحمر تاخد اللون كده الذهبي الجميل ده. اروح جايه طافيه النار شويه عشان خاطر لما بحط شوربه العدس ما يبوظش ليا البوتاجاز. انا كده طافيه النار. بولع بقى الايه النار، واحط عما بال يعني ما الشعريه يعني ايه ما تبقاش سخنه قوي تمام. فبحط بقى شوربه العدس اللي انا عملتها في الخلاط، بولع النار تاني. وهنا كده طلعت الزيت عشان احنا بقى بنحب العيش الايه المحمر دي جنب شوربه العدس تمام بنموت فيه.
والله العظيم بيبقى عامل احلى من الشيبسي. بتقطعي العيش عادي خالص، عيش الفران اللي عادي خالص، وبتحمريه في الزيت، ولما بيطلع بيبقى احلى من الشيبسي. بتروحي حاطه عليه شويه ملح كده وشويه كمون، ويا سلام بقى، يا سلام. تقعدي كده جنب سلطانيتين شوربه عدس كده وتعيشي اللحظه والله العظيم. وكمان تجيبي بصل اخضر او بصل ناشف، يا سلام. شويه فيتامينات ومضادات حيويه في الاكله دي ما اقولكيش والله. اهو بصوا طلعت العيش اهو زي ما انتوا شايفين. هرش بقى عليه شوية ملح وشوية كمون، وشوربة العدس كانت خلاص بتغلي معايا غلوتين وتطلع وخلاص. اهو شفتوا ولادي بقى بيحبوا العيش ده قوي، بيتلموا عليه يقولوا لي اعمله لنا من غير يعني شوربة عدس في ايام، يعني لانه احلى عندنا من الشيبسي. اهو زي ما انتوا شايفين حطيت بقى شوية ملح وشوية كمون عليه، وبدأت ان انا حطيت بقى كل واحد سلطانية كده شوربة عدس والليمون، واللي عاوز رز بجيب له رز. واكلة زي العسل. عايزاكم يا جماعة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ومع الف سلامة.